الماء يكون سخون باش الطاجين ما يدققش لكم. غادي نزيد غير واحد شويه الملحه هكا من فوق الخضره. السلام عليكم ورحمه الله. غادي نشارك معكم الطاجين ديالي بالخضره والدجاج. انا اول مره غنستعمل هذا الطاجين هذا. بسم الله. غادي ندير واحد شويه الزيت، عندي هنايا واحد البصله كبيره اللي مشلوطه، هنا عندي واحد جوج فخاضات ديال الدجاج انا راني شرملتهم البارح. هانتوما عادي درت فيهم الخرقوم والسكينجبير والابزار، شويه العطريه ديال الدجاج والملحه والثومه والقزبر هكايا صافي هادشي اللي فيهم. هنا خديت واحد الحبه ديال الطماطم اللي قطعتها بالزريعه ديالها، نديرها من الفوق، منها كتطلق ديك المويها ديالها، منها كتجي المريقه معلكه. هنا عندي الخيزو كما قلت لكم. انا هاد الطاجين غنديرو بالخضره. هانتوما غادي نستفو. وهنايا خديت هاد البطاطا اللي كتكون صغيره هي اللي غادي ندير. راكم عارفين البزربه كطيب والخيزو كيبغي شويه طياب، يلا غتجي معاه. وهنايا غادي ندير حتى القرعه الخضراء كتجي بنينه هكا، الطويجي اللي مخلط بالخضره. وهنايا عندي جلبانه، وهنا عندي هاد الفلفله اللي هي حلوه، انا بغيت غير طلق ديك البنه ديالها كتجي رائعه هكا، ديك ريحه الفلفله وديك البنه ديالها كتجي رائعه في الطاجين. وهنا ديك القامه اللي بقات ليا غادي نزيد عليها هاد نص كاس ديال اللي درت فيه شويه الزعفران، هو باش غادي نسقي. الماء يكون سخون باش الطاجين ما يدققش لكم. غادي نزيد غير واحد شويه الملحه هكا من فوق الخضره. وهنا غادي نزيد واحد طامه هكا ديال الدجاج. صافي. وغادي نزيد واحد شويه القزبر المعدنوس من الفوق. صافي هنايا غادي نسد عليه وغادي نديه فوق البوطه. وهنا كما كتشوفوا معايا شعلت البوطه اللي هي مهيله. وعندي هذه ديال داك المول ديال الكيك، صافي ما بقيتش كنستعملو، صافي خليت له هذه باش نبقى نديرها ليه، نسيت ما خديتش له هذيك الحديده ديالو. صافي هذه هي اللي غنستعمل باش نديرها تحت منه باش نحافظ على الطاجين. وصافي هنايا غادي نخلي الطاجين ديالي يطيب حتى يطيب ونشاركه معكم ان شاء الله. وهنا كما كتشوفوا معايا الطاجين ها هو وجد. هانتوما راه طايب كيف ما كتشوفوا. هانتوما كامله الخضره طايبه والدجاج حتى هو طايب. هانتوما وكيجي هاد الطاجين هكا بالخضره هكا مخلطه كيجي رائع. وكيف ما قلت لكم انا راه اول تطيبه شاركتها معكم في هاد الطاجين هذا. راني شديته باش قبل ما نطيب فيه بيتو الليله كامله في الماء، والغد اللي شديته مسحته ودهنته بالزيت وبنيت وخليت طيبت الخبز في الفران. ومني طفيت هكايا طفيت الفران خشيت فيه الطاجين وخليته صافي وطيبت فيه اول تطيبه. هانتوما كيف ما شفتوا راه ما ترتق ما والو. وديروا هاد الطريقه هذه الطاجين ديالكم الا غتستعملوه اول مره ديروا ليه هاد الطريقه هذه وراه ما غيطرطق معكم ما والو. انا كما كتشوفوا داك الصغير اللي كنطيب فيه راه تقريبا عندي شي 4 سنين، هذه هي الطريقه اللي كنت درت له ودرتها لهاد الكبير هذا.
وهنايا ما بقى ليا غير نقول لكم تبقاو على خير حتى الفيديو المقبل ان شاء الله.